النهاردة هنعمل أكلة حلوة قوي، سوبر طعامة، سوبر سهولة، كمان حلوة قوي وسهلة جدا. يلا بينا نشوف هنعمل ازاي. أول حاجة ربع كيلو من اللحمة المفرومة، هننزل عليه بمعلقتين كبار من البقسماط المطحون، كمان بصلاية كبيرة مبشورة، وشوية كده من البقدونس، ملح وفلفل أسمر، وعجني كتير قوي 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 كده لحد ما نوصل لقوام كده متماسك ويكون حلو كده ومش بيفك مننا. هاتيلي بقى طبق كده حلو واقعدي كوري كوري كوري، اعملي كور والعبي، وهاتي ولادك كمان يعملوا كور ويلعبوا معاكي، مفيش اي مشكلة لحد ما نخلص كل كمية اللحمة اللي عملناها. شايفين لي طلعت كمية حلوة قوي ازاي، وشكلها كده اصلا يجوع، تحفة قوي. يلا بينا بقى نشوف بعد كده هنعمل فيها ايه. هتجيبيلي بقى يا شطورة الطاسة بتاعتك السخنة قوي، وهننزل فيها كده بمعلقتين 3 كبار من الزيت، وهننزل بكل كمية الكفتة بتاعتنا. قلبي قلبي بقى قلبي لحد ما تاخد كلها كده لون من فوق ومن تحت بالشكل ده. دلوقتي بقى هنروح مطلعينها من الطاسة دي وننقلها في طبق تاني، بس مش هنرمي اللي في الطاسة عشان احنا هنحتاجه دلوقتي. شايفين لي بقى حلاوتها وطعمتها طالعه حلوه قوي. هنحطها كده على جنب وننزل مكانها بقى بصلايه كده كبيره متقطعه وشويه فلفل الوان، وقلبي كتير قوي 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 لحد ما البصل بقى والخضار بتاعنا يتبلوا. هننزل بقى دلوقتي عليهم بكوبايه من عصير الطماطم، رشه ملح. مفيش اكتر من كده، انا مش هحط اكتر من ملح وفلفل اسمر من اول الاكله لاخرها. هنديهم تقليبه كده ونغطي عليهم لحد ما الطماطم بتاعتنا والخضار يستووا مع بعض يبقوا حلوين كده. هننزل بقى عليهم بمعلقه ونص كبار كده من الدقيق، وهنقلب كويس قوي 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 لحد ما كل كميه الدقيق اللي حطيناها تختفي تماما. انا مش عايزه يكون ليها اي اثر قبل ما احط باقي المكونات. بعد كده هنزل بأول كوباية كده من اللبن، وهقلب تاني، هقلب كويس لحد ما برضو الدقيق يدوب كده علشان ما يكلكعش مني. اهم حاجة ان احنا بنقلب قبل ما ننزل بكوباية اللبن التانية. هننزل بعد كده بالكفتة بتاعتنا، نديها كده تقليبة بسيطة ونغطي عليها تاخد لها غلوتين 3 علشان بس طعم الكفتة والخضار يبقوا واخدين من طعم بعض كده، وطلع لي كده صوص تقيل وقوامه حلو قوي. دلوقتي نقدر نقدمها، هتطلع معانا تحفة بجد. رشة كده بقى من البقدونس. الطبق بجد مش محتاج اي حاجة، سهل جدا وحلو جدا. شايفين الكفتة ماسكة نفسها وحلوة ازاي، وطعمها بجد خطير يجنن، حلوة قوي. تتاكل بقى بعيش او تتقدم مع رز ابيض، هي تحفة. جربوها تعجبكم قوي.